السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا خوتي في هذا الفيديو. هذا المنتخب الوطني المغربي والمقابلة المحتملة أمام منتخب نيجيريا. كتبقى مقابلة جد محتملة، ممكن تقام في يناير. مقابلة تكون قوية، جينا نكتشفوا ممكن الخط الدفاعي وخط وسط الميدان اللي يقدر يلعب بهم الكوتش وليد الركراكي في هذه المواجهة القوية أمام نيجيريا. صراحة ثلاث لعبات هذه المقابلة غنستافدوا منها بشكل كبير صراحة، لأن المنتخب النيجيري أقوى المنتخبات القوية صراحة في كأس في إفريقيا بطبيعة الحال، في القارة الإفريقية ما كانش متواجد في المونديال، لأن المنتخب كان ضل غاني هو اللي كان قصاه. منتخب غانا هو اللي كان مثل إفريقيا مع السنغال والمغرب مع تونس، والمغرب وتونس كانت غانا والسنغال وبلاد او غانا والسنغال، كانوا خمسه المنتخبات الافريقيه. كانت المغرب وكانت تونس. المهم دابا نرجعوا للموضوع ديالنا. التشكيله بداو بالقلب بالدفاع، بداو بشي ديال 19 سنه لاعب ريال بيتيز الاسباني، هذا اولا. اذا نكملوا، كانت المغرب في المونديال من القاره الافريقيه، كانت المغرب وكانت تونس وكانت السنغال اللي تاهلت للدور الثاني، وكانت غانا، هادو اربعه، وكانت الكاميرون والكاميرون هما خمسه، الكاميرون اللي فاز على البرازيل. اذا نمشيو لسامي ماي، عنده 26 سنه، لاعب البطوله المجريه، حتى هو متكوين بلجيكي على ما اظن، حتى هو ممكن يكون في هذه المقابله. سامي ماي اللي ناض عليه الكوتش الركراكي مره واحده، بحال شادي رياض حتى هو مره واحده بطبيعه الحال. وغنمشي، ولكن سامي ماي لعب بزاف اللقاءات مع المنتخب. هناك فهد مفيد لاعب البطوله الكرواتيه، اذا كنشوفوا لاعبين عندنا يلعبوا كرواتيا في المهجر في بزاف الدول كيلعبوا. فهد مفيد من اللاعبين مزيانين داخل النخبه الوطنيه، ممكن يكونوا لاعب كبير، لاعب في المستوى فهد مفيد. ممكن نشوفوا كذلك لاعب ادم ماسينا، لاعب اودينيزي الايطالي، من اللاعبين اللي كان قديم مع المنتخب الوطني قبل فتره. وليد الركراكي عيط له مره واحده بطبيعه الحال في لائحه يونيو، وما كانش لعب، كان اصلا تصاب اول تربص، كان تصاب. اذا تصاب. نمشيو خط وسط الميدان عند امير ريساريسون لاعب البطوله الفرنسيه، من اللاعبين المزيانين. ممكن كان في المنتخب الاولمبي بطبيعه الحال، من اللاعبين الرائعين. لاعب جد رائع بطبيعه الحال في المنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني المغربي. بطبيعه الحال انا كما كنقولوا في المنتخب المغربي ممكن يكون عيط له الكوتش وليد الركراكي في هذه المره الاولى، ودخلوا في اخر الدقائق من لقاء بوركينا فاسو. هناك بنيامين بوشواري لاعب سانتيتيا الفرنسي، كنظن الدرجه الثانيه كيلعب فرنسا. هذا اللاعب اللي عنده 21 عام وحتى هو كان في المنتخب الاولمبي. بنيامين بوشواري من اللاعبين المزيانين داخل المنظومه المغربيه بطبيعه الحال، لاعب مزيان. عبد الله حمود لاعب فريق الوداد البيضاوي، من اللاعب الاكفاء داخل فريق الوداد، لاعب ممتاز صراحه. في المنتخب الاول باقي ما عمرو لعب، وكنتمنى انه يلعب للمنتخب الوطني الاول، لان اصلا الكوتش الركراكي كيعرف حمود مزيان. باقي دربوا موسم كاملا في البطوله في الوداد البيضاوي. اذا لاعب في المضمون انه لاعب ممتاز. عبد الله حمود من اللاعبين المزيانين داخل المنظومه ديال فريق الوداد. اذا حتى المنتخب الوطني غيكون مزيان داخل المنظومه ديالو. اذا شي حاجه اللي هي جميله، عبد الله حمود يكون في المنتخب الوطني المغربي، شي حاجه مميزه بطبيعه الحال، شي حاجه اللي هي كبيره انه يكون الى جانب المنتخب الوطني المغربي، شي حاجه اللي هي مميزه. عبد الله حمود عنده 21 سنه، وكنظن هو لاعب المنتخب الاولمبي، لاعب اللي هو ناجح صراحه على جميع المقاييس في الوداد. في المنتخب الاول باقي ما عمرو لعب، كنظن لعب في المنتخب الاولمبي، وكان للاسف كان المرض غيبو على كاس افريقيا اقل من 23 سنه للاسف الشديد. اذا عبد الله حمود حتى هو من اللاعبين اللي ممكن انهم ينجحوا مع النخبه الوطنيه بطبيعه الحال، لاعب عنده هامش تطور كبير بزاف. هادشي اللي كاينه. شكرا على المتابعه ديالكم اخوتي في هذا الفيديو. الى اللقاء والى فيديوهات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.